بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ صحيحتكم لاباس؟ كنتمنى وانتم كتشوفوا هذا الفيديو تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية إن شاء الله يا ربي. نهار جديد، فيديو جديد، وكما كتشوفوا بديتو معكم من الزنقة. راني خارجة هذا الصباح البنات، مصبحين على الصباح على الكوميسارية، جاي عبد الغفور يدير ديكلاراسيون. ايوا وصافي خرجت نقضي شي غرض واحد اخر، قلت غنصور معكم واحد الفيديو. المهم اخوتي العزاز، جا عبد الغفور يدير ديكلاراسيون في الكوميساريه. انا دابا قبلت الكوميساريه بحكم ان كانت الشتا البنات، كانت الشتا مجهده عندنا هنا في فاس. تقريبا هذا الاسبوع هذا كامل تبارك الله ما شاء الله داز، يعني الشتا مجهده. وكان جاي واحد النهار وداز واحد الجلسه ديال الماء ما شافهاش، وكانت تبارك الله ما شاء الله وقف فيها الماء بزاف. وفاش هبط فيها طارت له البلاكه ديال الطوموبيل، البلاكه اللي كتكون في القدام ديال الطوموبيل. طارت له، يعني زولها له الماء. وصراحه الله معاه كان الماء بزاف مقلت، ما لقاش كيفاش يدير باش يقلب عليها. وصافي بقات دابا منين نشفى البنات داك الماء، مشينا قلبنا تما ما لقيناش البلاكه. وسولنا هذوك الناس اللي كيديروا النظافه حتى هما ما قالوا لنا ما لقينا حتى حاجه، ولا لقينا راه حنا غادي نخليوها لكم هنا عند شي واحد. ودابا البنات ملي مشى سول مول البلايك قال ليه ضروري خصك دير ديكلاراسيون. قال له الا ما درتيش ديكلاراسيون الله يستر غادي يلقاها شي واحد ويلصقها في شي طوموبيل، وغادي تكون ديك الطوموبيل دايره حادثه، او لا قدر الله عاد غادي يدار بها حادثه، فغادي تكون انت هو اللي عندك المشكل، غتبقى تطلع وتهبط. وخصو صعيب باش يبرر انه يعني كانت طاحت له، وغادي يقولوا له علاش ما جيتي ديكلاريتي وداكشي. صراحه حنا ما كناش عارفين، يعني واخا كانت مشى هو صوب البلاكه وصافي، قلنا صافي هذيك مشات نديروا بلاكه جديده. ولكن مول البلايك الله يجازيه بخير هو اللي نصحنا، قال ليه ضروري خصك دير ديكلاراسيون. فداكشي علاش مشى دار ديكلاراسيون دابا هاد الصباح. دابا راه حنا في الكوميساريه، المهم يكون خير ان شاء الله يا ربي. هذا مكان حنا دابا جالسين قبالة الكوميساريه على ما يجي عبد الغفور ان شاء الله. واش ديكلاراسيون على البلاكه؟ داك هو ما دايرش، ما كاينش ديكلاراسيون على البلاكه، ما يديرلكش ديكلاراسيون. داك تيجي رئيس المنطقه ونقولوها له، الا كنا نصوبوها كنصوبوها. ايوا صافي حنا ما نعرفوش حسننا. رجعنا للدار، جيت باش نكمل معكم الفيديو. كما شفتوا السي عبد الغفور مشى يدير الديكلاراسيون، ولكن قالوا له حنا ما عمر شي واحد ما جا عندنا باش نديروا الديكلاراسيون على شي بلاكه. المهم غادي نتاكدوا وغادي نشوفوا واش غادي تحتاج دير داك الديكلاراسيون ولا ما غاديش تحتاجو. صافي هادشي اللي كاين اخوتي العزاز، وصافي ورجعنا بحالنا للدار. المهم اخوتي بزاف ديال الناس كيسولوا شي اسئله، والله العظيم يعني بزاف ديال التساؤلات كيجي، ولكن من حقكم انكم تسولوا. بما اننا دخلنا السوشيال ميديا، والا خصنا نعترفوا باي حاجه، ما نخبيو على بعضياتنا حتى حاجه. بزاف ديال الناس قالوا لي نعيمه فاش شفناك في داك الفيديو مع عبد الغفور شفناك ماشي هي هذيك، غير بحال اللي راكي كتصنعي في الفيديو بحال اللي هذه. شوفوا البنات، انا اول حاجه ما كنتصنعش في الفيديوهات، كنهضر على طبيعتي، ما كنتصنع، ما كنزوق في الهضره، ما والو. اللي عطا الله والسوق كنقولوا لكم. بالنسبه لهذاك الفيديو علاش شفتوني بحال هكاك، حيت كنت انا يلاه جيت من قنيطره. انا العطله كامله ديال هذا الاسبوع اللي داز مشيت دوزتها كامله في قنيطره، مشيت الحد وجيت السبت، يعني دوزت السيمانه كامله في قنيطره. كنت مشيت على حساب واحد الاخت ديالي مريضه، خديجه، الله يشافيها ويعافيها يا ربي ويشافي جميع مرضى المسلمين. وكنت هكا كنفيق شي شويه في الصباح بكري ملي كنصليو الفجر، عاوتاني كنولي نعسو عاوتاني بالليل عاوتاني. المهم راكم عارفين راه ما ساهلش باش الانسان يتنقل من مدينه لمدينه. كنا كنمشيو من قنيطره حتى للرباط وكنرجعوا عاوتاني. المهم كان شويه ديال طلع وهبط وشويه ديال قله النعاس كما كنقولوا. هادشي كامل ما عندي فيه غرض، لان انا كنت كنمشي مع اختي وانا فرحانه، ويا ريتكم ما كنتش بعيده عليها، كنت غادي نبقى في جنبها حتى لاخر لحظه وحتى تشافى مسكينه، والله يشافيها ويعافيها ويوقف على وليداتها. الهدف عندي انا من هادشي هو اختي تشافى، اما النعاس مازال غادي نعسو، مازال غادي بزاف ديال الحوايج غنديروهم. وكان شي شويه هكا مع داك الايام، كانت ديك السيمانه دازت الشتا هكا شويه ديال الشتا وداكشي. المهم بحكم انني حامله وصافي، اما كون ما كنتش حامله ما كانش نهائيا غادي يظهر عليا داك التعب اللي نتوما لاحظتوه في الفيديو. هادشي اللي كاين. الناس اللي كيقولوا عبد الغفور تهلا في نعيمه، تهلا في نعيمه، راه عبد الغفور ما داير ليا حتى حاجه البنات، بالعكس عبد الغفور حاطني فوق راسو، وبالعكس هو كيخاف عليا، كيخاف على صحتي. من النهار اللي مشيت التليفون ما تقطعش نهائيا، لا في الصباح لا في العشيه لا في الغداء لا في اي لحظه كتلقاو عبد الغفور كيسول عليا. لان مشيت وبقى بالو معايا وداكشي بحكم انني كنت مريضه شي شويه،
فعبد الغفور ما دار لي حتى حاجه باش انكم توصيو عليا، وما يحتاجش نهائيا عبد الغفور توصيو عليا، بالعكس هو كيخاف عليا اكثر من ملي كيخاف على راسو. هادشي اللي كاين. بالنسبه علاش بنت لكم هكاك في الفيديو، حيت كنت كنبكي شي شويه، وكنت كنبكي حتى بالتخبيه على اختي، لانني انا كنت كنشجعها وكنقول لها لا خصكي تصبري وخصكي هادي، ولكن فاش كنجلس بيني وبين راسي صراحه كنبكي، لان كنفكر للبعد، كنفكر انني غادي نمشي وغادي تبقى بوحدها طالعه هابطه. المهم هادشي اللي كاين. غادي نحاول ما نبكيش هاد الفيديو. الله يشافيها يا ربي ويعافيها يا ربي ويرزقها صحه جديده. هادشي اللي غنقدر نقولوا ليها. هادشي اللي كاين. هادشي علاش نعيمه بانت لكم مغيره شي شويه، لان عقلي كامل مع اختي، والله العظيم اخوتي لا عقلي كامل مع اختي كنفكر لها، لان كل شيء ممكن يتجاوزوا الانسان حتى الصحه، وبالخصوص فاش كيجي شي حاجه اللي صعيبه بزاف وكتحتاج الفلوس بزاف، وهي مسكينه يعني درويشه على قد الحال. فعقلي كامل حاليا خدام مع اختي فقط. ما كنفكرش في راسي انا، ما كنفكرش في الحباله ديالي، ما كنفكرش شنو غادي ندير ملي غنحبل. ما كنت كنقول لكم غادي نشارك معكم التحضيرات، غادي نشارك معكم بزاف ديال الحويجات، ولكن للاسف جا هذا الخبر ديال الاخت ديالي قلب ليا كلشي راسا على عقب، وكنفكر لها بزاف، والله العظيم لا كنفكر لها بزاف. ونتمنى الله سبحانه وتعالى انه يشافيها يا ربي، ونتمنى الله سبحانه وتعالى انه يقدرني باش نوقف معها مازال ومازال كثر وكثر ان شاء الله باذن الله، حتى توقف على رجليها لوليداتها ان شاء الله. الوالده ديالي حتى هي كانت عيانه، وكانت دازت عليها واحد المرضى، وكنت جيت نهار السبت وخليتها مريضه، وصافي هادشي اللي كان اثر عليا. هادشي علاش شفتو نعيمه كانت مغيره بزاف في الفيديو، بحكم وصلت للمدرسه واختي مريضه امي مريضه وما لقيتش ليهم جهد، ولكن خليتهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، هو اللي حسن مني وحسن من اي واحد. خليتهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، هو اللي قادر بهم، ومادام الله سبحانه وتعالى ابتلانا الا وقادر بنا. واخا نبقاو حنا نفكروا، واخا نبقاو هادي، راه الله سبحانه وتعالى هو اللي قادر بنا. هادشي اللي كاين عند نعيمه، وهادشي علاش شفتوا نعيمه متغيره في الفيديوهات. هادشي اللي كاين اخوتي. صعيب الحال بزاف، والله صعيب الحال بزاف فاش كتسمعي شي حد اللي عزيز عليك مريض، وكيكون اصلا هو دايرك انت، يعني هو السند، يعني كيكون تايق فيك، وكيكون بحال كي كنقولوا يعني هو متكي عليك. ولكن فاش كتجي شي ظروف بحال هكا ديال البعد، ولا ديال الوليدات كيقراو، ولا شي حاجه اللي ما تقدريش هكا تستغني عليها، فشي شويه كتجي قاصحه، لا بالنسبه ليه هو ولا بالنسبه لك انت. حتى ملي كنت غنتفارق مع اختي جاتها شويه مسكينه قاصحه، وهذا الخميس هذا اللي فات كان عندها مسكينه كونطرول باش غادي ترجع عاوتاني للرباط، وهضرت معاها وعيطت لها الصباح بكري في ديك الوقيته اللي كنت كنمشي معاها للطبيب. وفاش هضرت معاها وقالت لي اختي راه بقات ليا بلاصتك، وهذه تاثرت عاوتاني واحد شويه. هو كاين معاه الزوج ديالها كيمشي معاها ويجي، والمهم ما نقدرش نتعمق في هذا الموضوع. ما نقدرش نتعمق في هذا الموضوع حيت كيأثر عليا بزاف، وتفكيري كامل خدام معاها، والله بالي كامل معاها، والله يوقف معاها يا ربي. هادشي اللي نقدر نقول. ما نقدرش نبكي في الفيديو لان شحال هادي غبرت عليكم، ما يمكنليش نجي نعطيكم شي طاقه سلبيه. فقط دعواتكم مع الاخت ديالي بالدعاء بالشفاء، عفوا الله يشافيها ويشافي جميع مرضى المسلمين. هادشي اللي كاين. انا لحد الان ما عنديش شي حاجه اللي غنفكر فيها من غير اختي، والله يطول في عمرها، والله يخلينا لبعضياتنا، ويشافيها مسكينه. هادشي اللي نقدر نقول. ما نزيدش نهضر في هذا الموضوع باش ما نزيدش نتاثر. هادشي اللي كاين اخوتي. هادشي علاش نعيمه كتشوفوا عقلها ما كاينش معاها. الا خديت الاذن من عند اختي باش انني نهضر لكم على المرض ديالها، فاكيد غادي نخرج بفيديو غادي نوضح لكم، لان كما كتعرفوا نعيمه ما كتخرجش تهضر في قناتها الا بشي حاجه اللي كتخصها، اللي كتخصني انا ولا كتخص عبد الغفور، هي اللي كنخرج نقولها لكم. شي حاجه اللي كتخص الناس الاخرين المحيط ديالي ما كنقدرش نهضر عليها نهائيا في قناتي، لان كتبقى حياتهم الشخصيه. فالا خديت الاذن من عند اختي اكيد غادي نشرح لكم وغادي نقول لكم شنو كاين بالتفصيل ان شاء الله باذن الله. وبحال هادشي هذا ماشي يعني كيحتاج هكا دعوات ديال الناس، لان الدعوه ديال 40 غريب مستجابه عند الله سبحانه وتعالى. ولكن لحد الان انا عارفاكم كتثقوا فيا،
وإلا قلت لكم راني محتاجه لدعواتكم مع اختي اكيد غادي تدعوا معايا، واخا ما نشرحش لكم نهائيا الوضع ديالها. انا متاكده بلي غتدعوا مع اختي خديجه، كلكم غديروا هجوم في التعاليق وغادي تدعوا مع خديجه. الله يشافيها يا ربي ويخفف عليها ويرزقها صحه جديده في القريب العاجل، ويوقفها لوليداتها على خير ان شاء الله يا ربي، لان هذا هو الاهم عندي انا حاليا في هذه اللحظه، هو اختي تشافى ليا والله العظيم اخوتي. اما بالنسبه للحمل ديالي انا الحمد لله غادي مزيان في ظروف صحيه، كندير مراقبه عند الطبيبه اخصائيه، يعني الحمد لله متبعه مع اختصاصي اللهم لك الحمد. كنراقب الحمل ديالي كلشي مزيان، الجنين في يعني واخد المكان ديالو، النمو ديالو مزيان، دقات القلب مزيانين الحمد لله كلشي مزيان. غير هو انا كنحس بشويه ديال العيا، حيت بزاف ديال الاخوات اللي لاحظوا في داك الفيديو ديال الطوموبيل انني كنت كنصوت بزاف، كاع العضافر كتصوتي كنت كنلهت بزاف، حيت انا اصلا بلا حماله بلا والو عندي دقات القلب ضعافه البنات، صراع بزاف، عندي دقات القلب صراع بزاف، يعني كنتمشى غير شويه صافي القلب ديالي كيبقى يضرب بزاف. اما دابا مع الحماله راه الا كنت طلعت في الدروج ولا الا كنت خارجه ولا شي حاجه، راه كنظن الا عبرت في ديك اللحظه، طلعت وعبرت في ديك اللحظه، راه غنلقى واصل لشي 140 ولا اكثر، لان القلب ديالي صافي كنحس به غيحبس، وعندي شويه ديال العيا وصافي هادشي اللي كاين. الحمد لله الطونسيون واخا كيطيح ليا، يعني ما كيطيحش بزاف. اخر مره كنعبروا ليا خويا فاش كنت في قنيطره كانت 10 فاصله شي حاجه، والصغير كان في 7، يعني الحمد لله ما كيطيحش بزاف اللهم لك الحمد. هادشي اللي كاين اخوتي العزاز، جيت باش نطمنكم عليا، والناس اللي كيسحبت ليهم راه عبد الغفور هو اللي مقلقني، كيقول له السي عبد الغفور تهلا لنا في نعيمه، راه نعيمه شفناها مقلقه، راه نعيمه شفناها غير كتصنع في الفيديو، راه عبد الغفور ما دار لي والو اخوتي العزاز، بالعكس الله يحفظه ليا يا ربي، ويخلي لينا تاج فوق الراس، ويخلي لي صحيحته ويخلينا لبعضياتنا ان شاء الله يا ربي، ويخلينا ديما ربي غاديين الى الامام ان شاء الله باذن الله. هادشي اللي كان اخوتي العزاز. دعواتكم كما قلت لكم مع اختي ما تنساوهاش، ودعواتكم معايا حتى انا ربي يتمم الحمل ديالي على خير، وهذا الشيء اللي كاين. ونائمه غادي ترجع لكم بالفيديوهات، ودابا حاليا غنسالي التصوير ديال هذا الفيديو، وغادي نصور روتين صباحي، لان باقي ما درت لا غدا لا جمعت الدار، ما درت والو، غادي نشاركو معكم، لان هذه الفكره كانت ديال الزوج ديالي، قال لي نائمه مع شافني دماغي كامل غيحبس مع اختي، والله وحق الله العظيم الا حاسه بالتفكير ديالي صافي غادي يوقف. قال لي علاش ما ترجعيش للقناه، واختك راه الله سبحانه وتعالى اللي ابتلاها قادر يشافيها، حاولي ترجعي للقناه، اختك محتاجه ليك، وانت محتاجه انك تفرغي شي شويه، تعطي شويه الوقت لليوتيوب باش هكا تنساي شي شويه، لان اليوتيوب كياخذ حتى هو من الافكار ديالنا، يعني كتفيقي في الصباح كتفكري شنو غادي تصوري شنو غديري، فاش كتحطي داك الفيديو كتولي تفكري لا غد لي عاوتاني شنو غتصوري شنو غديري. قال لي بالعكس خلي دماغك يخدم مع اليوتيوب، وخلي اختك مع الدعوات ديالك، ما تنساياش من الدعاء انت والمتتبعين، وراه الله سبحانه وتعالى قادر يشافيها. هادشي اللي كان اخوتي العزاز. حتى لهنا غادي نقول لكم شكرا 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 بزاف، ولو ان كلمه شكر راه قليله في حقكم اخوتي العزاز، والله لا قليله في حقكم، لان فعلا لقيت عائلتي الثانيه، اللي انا دائما كنسميكم عائلتي الثانيه، كنلقاكم في جنبي وكتحسوا بيا فاش كنكون مقلقه، وكتحسوا بيا فاش كنكون فرحانه وكتفرحوا معايا، والفضل كيرجع لكم من بعد الله سبحانه وتعالى بكم، باش انا مازال مستمره في اليوتيوب، ومازال غادي نزيد نستمر معكم في اليوتيوب ان شاء الله، حتى نحققوا كاع داكشي اللي كنتمناوه، واللي في بالو شي حاجه الله يحققها ليه يا ربي، واللي مريض الله يشافيه ويعافيه، واللي حامله الله يفكها على خير ويثبت حملها على خير ان شاء الله يا ربي، واللي ما عندهاش وليدات الله يرزقها الذريه الصالحه في القريب العاجل ان شاء الله يا ربي. هادشي اللي كاين اخوتي العزاز، وتهلاو ليا في راسكم، وبسلامه عليكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله، مع السلامه.